النهارده يوم جديد في كوبنهاجن، ويك اند وزحمه جدا. هضرب النهارده اكل الركب. هاكل ايه؟ كريسبي تشيكن تندر. ادي نضرب الفرخه دي كده اهو. انا دايما بحب اكل من كنتاكي، بس الفراخ دي عليها طبقه كده مديها طعم احلى من بتاعه كنتاكي مليون مره. لا، ماكدونالدز تكسب. انا برضو من مدمني البيتزا. شايفين هنا في مطاعم بيتزا في الدنمارك بكميه مبالغ فيها. يلا نجرب. بيتزا وحشه، شكله كده عاجبني، لقيت في زحمه عنده فالموضوع اتوقع ان هو ممكن يكون كويس. انا طلبت من عنده حاجه اسمها كوريان تشيكن. في الدنمارك هنا اهو تحسوا كده ان الفراخ مش فراخ كده بلدي زي اللي احنا بناكلها في الوطن العربي. بيعمل حلويات اسباني مع ايس كريم دنماركي من بره كده، تحسوه عامل زي عارفين انتوا الحلويات المصري اسمها صوابع زينب وعليها كده صوص ازرق. الاستكشاف بتاع النهارده كان تجربه الاكل في شوارع الدنمارك كوبنهاجن. طبعا زي ما عودتكم ان كل بلد بنزورها لازم نعمل فيها جولة اكل الشوارع. في منها اللي بنعرض فيه اكل معين مرتبط ببلد معينة، وفي منها اللي بنعرض فيه اكل عام دارج بيتعمل في كل البلاد. وبعد التحدي الاخير اللي عملناه في جزيرة شيلند، وهو كان زيارة اغرب برج في العالم وهو برج الغابة، تقدروا تتفرجوا على الفيديو ده في قناتي على اليوتيوب او هيظهر فوق قدامكم دلوقتي على الشاشة فوق. ما كانش ينفع نسيب جزيرة شيلند من غير ما نعدي على كوبنهاجن ونعمل جولة أكل الشوارع فيها. النهارده يوم جديد، فيديو جديد في كوبنهاجن الدنمارك، في تيفولي او الدنماركيين بيقولوا عليها تيولي، اللي هي اكبر مدينه ترفيهيه في الدنمارك ومن اكبر المدن الترفيهيه اللي في العالم. وانا كنت جبت نبذه كده عن تيفولي دي في فيديو من الفيديوهات بتاعتي، اتفرجوا عليها، جوله في شوارع اسعد شعوب العالم. الفيديو ده هيطلع لكم دلوقتي في القناه فوق. جزيره شيلند النهارده هي جزيره بتقع في شرق الدنمارك، وطبعا عاصمه كوبنهاجن المعروفه واللي بيزورها كل السائحين من جميع انحاء العالم بتقع في الجزيره دي. But nothing could prevent the people of Copenhagen from honoring our beloved sovereign. والمفروض ان المدينه الترفيهيه دي ليها فود كورت اسمه تيفولي فود هول. ده بقى اللي انا بتمشى فيه دلوقتي. انا بقى ما اكلتش من الصبح وهدب. النهارده الويك اند في الدنمارك، يوم الجمعه، وزحمه جدا وناس كتير وانا مش عارف امشي، فمش عارف اصلا ازاي هعرف اقعد اكل، فربنا يسهل عشان انا هضرب النهارده اكل الركب. واقابلكم بقى اول لما اختار المطعم الاول. ده اول مطعم انا هاكل فيه. انا اصلا بحب الفراخ فانا هبدا بالفراخ. هاكل كريسبي تشيكن تندر مع فرايز وكاتشب، وده المطعم الاولاني. دي بقى العلبه الاولى. يلا بقى بينا نضرب ونجرب. ادي نضرب الفرخه دي كده اهو. يلا نضرب تاني عشان بس نبقى ندي التقييم صح. بصراحة من غير أي اشتغالات، أنا دايما بحب آكل من كنتاكي، بس الفراخ دي عليها طبقة كده، الطبقة دي مديها طعم أحلى من بتاعة كنتاكي مليون مرة. شوف الفرايز بقى، بحب آكلها منين؟ من ماكدونالدز. أحلى فرايز ممكن تاكلوها في حياتكم ماكدونالدز. بس إحنا هنجرب دي ونقول لكم برضه. لا، ماكدونالدز تكسب. يبقى كده المطعم الأول الفراخ تكسب، البطاطس مش قد كده. تقييم كام؟ 8 من 10، عشان بس الوجبه برضه صغيره ما فيهاش فراخ كتير. تاني اكله بقى، عشان انا برضه من مدمني البيتزا. شايفين؟ It's all about pizza love. It's all about pizza love. طلبت بيتزا عليها بيف اسمها بارتي اي بروفنسن، فاحنا هنجرب البارتي اي بروفنسن دي، وطلبنا كلها اهو معاها من المطعم رقم 2. انا اصلا بحب كمان الليمون، فحطوا لي نص ليمونه كده، احطه على حته منها وارقد واجرب. البيتزا رفيعه قوي قوي يعني، ورقه صغيره. انا اصلا بحب البيتزا تبقى مبطرخه، اللي هي البيتزا بتاعت بيتزا هات والكلام ده. يلا نجرب. انا بالامانه ما حسيتش غير بطعم الليمون. مش عارف اديها تقييم، مش عارف. طب نضرب كلها كده نغير طعم البق. بالامانه البيتزا فاشله،
ما عجبتنيش، بس ده مش معناه ان البيتزا في الدنمارك وحشه، لا، هنا في مطاعم بيتزا في الدنمارك بكميه مبالغ فيها، يعني انت كل 100 متر كده بتمشي بتلاقي محل بيتزا ويقول لك بيتزاريه. انا بالامانه مش عايز اديها تقييم علشان ما بحبش ادي تقييم وحش لحد، بس يعني كفايه عليهم ان انا اقول ان البيتزا مش كويسه خالص، فدي هنعمل لها بيتزا وحشه. الجولة الثالثة هنجرب المطعم ده ونشوف بيعمل ايه. هم عندهم حاجة اسمها كوريان تشيكن، انا شكله كده عاجبني ولقيت في زحمة عنده، فالموضوع اتوقع ان هو ممكن يكون كويس. يلا نجرب المطعم رقم 3. انا طلبت من عنده حاجة اسمها كوريان تشيكن. كوريان تشيكن ده بصوا اهو تفاصيله كورية خالص، يعني بص اهو كورية خالص. ودي البطاطس، بطاطس لولبيه حلزونيه دائريه، وده صوص حاطينهولك برضو عشان تضرب يا وديع. يلا بينا ناخد القطمه الثانيه كده ونجرب. جامد. طب ايه بقى سبب الجموديه بتاعته؟ في الدنمارك هنا اهو تحسوا كده ان الفراخ مش طبيعيه، مش صابحه، مش فراخ كده بلدي زي اللي احنا بناكلها في الوطن العربي. اكتبوا لي برده تحت في التعليقات قولوا لي ايه سبب الموضوع ان الواحد ساعات ممكن ياكل فراخ ده يحسها مش طعم فراخ بجد، رغم ان بتبقى فرخه كامله وشايفها يعني قدامي، بس بحسها مش اصلي. دي بقى هنا اهو بالامانه طعم فراخ اصلي، والطبقه اللي فوقيها كده مقرمشه والدنيا جامده. تعالوا بقى نجرب كده البطاطس دي، نجربها بالصوص برده. بصوا البطاطس حلوه بس الصوص اجمل. ما كانش ينفع بقى نقفل الفيديو غير لما كنا نقفلها بحلويات. طلعت بقى ادور في تيفولي فود هول ده على مكان فيه حلويات جامد، بصراحه ما لقيتش، فطلعت اتمشيت في المدينه بتاعت كوبنهاجن في الشارع بقى اللي هو الدنماركيين بيقولوا عليه جوجل، الممشى يعني بالبلدي كده الممشى او المشايه يعني. فقابلت يعني مكان بتاع ديزرت وحلويات جامد قوي اسمه غيسيمو، بيعمل حلويات اسباني مع ايس كريم دنماركي، والايس كريم الدنماركي بقى ده يعني مش هقول لكم عليه. المطعم رقم 4. الاختراع ده بالاسباني اسمه تشوروس. هو بصوا من بره كده تحسوه عامل زي عارفين انتوا الحلويات المصري اسمها صوابع زينب او حلويات الشام او حاجه كده، هي شبهها وعليها كده صوص ازرق. سخنه. رقم 2 تحفه، يعني هي تحفه. سكر بالصوص ده بالشوكولاته، بصوا اهو 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 جامده جدي. واللي متابعني هيعرف ان انا عاشق للحلويات، الكيك والشوكولاته، يعني انا محتاج 10 زيه كده. جماعه احنا كده نبقى خلصنا الاستكشاف بتاع النهارده. كان تجربه الاكل في شوارع الدنمارك كوبنهاجن. بدانا هناك من الفود كورت بتاع تيفولي وما لقيناش حلويات، جينا هنا اهو في الشارع الرئيسي الممشى الرئيسي بتاع كوبنهاجن، محلات كتير، سوبر ماركتات، شوبينج، الاكل حلو. انا اتبسطت، تجربه جامده جديده. اعملوا لايك، سبسكرايب، اشتركوا في القناه. افتكروا ان التارجت بتاعنا 1,000,000 مشترك في خلال سنه. معاكم وبيكم هنعملها ان شاء الله. والناس القديمه والناس الجديده بقى يلا نفتح بقى صفحه الانستجرام واليوتيوب والفيسبوك والتيك توك. ونهاركم زي الفل. السلام عليكم.